ممكن في 3 شهور بس حياة الإنسان تنقلب رأسا على عقب، ممكن في ثواني ولحظات. شاب رياضي في رعان شبابه اتعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الملعب يوم 11 مارس خلال مباراته مع فريقه. كان وقتها صيام. كنا في رمضان وقلنا يمكن يكون إجهاد، إرهاق بسبب اللعب في رمضان، بسبب أي حاجة. لكن وقتها اللاعب اكتشف إن هو كان بيتعرض لضغوط نفسية، وكان عنده ناس بتحاربه وناس وقفت قصاده، وقال بالنص مع إبراهيم فايق: أنا اللي اتعرضت ليه مش هقول لك مفيش لاعب اتعرض ليه، مفيش بني آدم اتعرض ليه. ده بيعكس كم ضغوطات نفسية رهيبة اتعرض ليها اللاعب المصري أحمد رفعت اللي توفى فجر النهاردة. وفاة مفاجأة في عمر 31 سنة، يعني هو خلق حالة من الحزن الشديد عند الكل. إن إزاي يكون شاب بكامل طاقته وقوته ولسه في رعان شبابه ويموت فجأة بسبب ضغوط نفسية. إحنا كجيل حالي بنتعرض لمشاهد قاسية جدا طول الوقت، وأخبار بتدوس على روحنا بكل جحود، والأخبار كلها أسوأ من بعض. والموت دايما بيكون أكبر درس لأي حد، إن الدنيا مش دايما حد، ممكن حياتك كلها تتقلب في ثواني. يعني أنت لو تبص الموضوع، لعيب كورة ما شاء الله رياضي طول بعرض، بيشتغل الشغلانة اللي هو بيحبها، من ضمن الناس اللي دايما بيختارون في المنتخب، ليه أهداف قوية جدا وليه شعبية جماهيرية، ومفيش فيه حاجة. واحد ما كانش بيشتكي من أي حاجة، حتى الدكاترة قالوا احنا مش قادرين نحدد بالظبط ايه هي المشكلة الصحية اللي عنده. كانت الأزمة اللي اتعرض ليها كانت مفاجأة، ومن وقتها يعني 11 مارس احنا بنتكلم في 4 شهور، 4 شهور من وعكة صحية للتانية وركب دعامة في القلب. كان بيقول إن هو بياخد من 5 ل6 مرات أدوية في اليوم، وبيتابع دايما باستمرار من عملية لعملية. لكن الصعب في الموضوع إن هو كان نفسه يكمل، إن هو قال مع إبراهيم فايق: أنا كان نفسي أكمل والعب كورة، وأنا متابع اللي حصل مع إريكسن ومتابع الحالات المشابهة ليا. أنا كنت بأدي كويس، وكان في محاولات، وكانت علاقتي كويسة مع النادي الأهلي. كان نفسي إن أنا ربنا يكرمني في طريقي وأكمل لعب كورة. ويعني من الحاجات الصعبة كمان اللي قالها إن هو قال: أنا مش فاكر بالظبط إيه اللي حصل معايا يومها، إن هو لما فاق بدأ يسأل الناس إيه اللي حصل، أنا وقعت إزاي، حصل إيه. طب يعني هل في حاجة معينة حصلت الأول خلتني يغمى عليا؟ هل في حد قال حاجة؟ هل في حد مثلا احتك بيه في الملعب؟ احنا شفنا اللقطة كلنا، ما كانش فيه أي احتكاك فيه في الملعب، هي الناس كانت موجودة والفريق بتاعه والفريق التاني، وهو واقع على الأرض فجأة. ومن وقتها وهو في مشاكل صحية. رجع التدريبات من فترة وسلم على زمايله وعلى الجهاز الفني وكأنه كان بيودعهم، وطلع مع إبراهيم فايق من 12 يوم بالتحديد، وكانت ملامحه باين عليها المرض والحزن. لكن أنا كنت متخيلة إنه خلاص يعني قدر يبقى كويس وقدر يقف على رجليه تاني. إن هو يموت فجأة كده ده كان موضوع صعب، خصوصا لما يكون شاب يعني عنده 31 سنة لسه في عز شبابه، بيتكلم عن ضغوط نفسية وناس بتحاربه وناس واقفة ضده. فإزاي ممكن حد يضغط بني آدم لدرجة إن هو يموته؟ اللي كان دايما الناس تقول ربنا ما يسلطش نفس على نفس. أعتقد الموضوع محتاج شوية رحمة، شوية إنسانية. قال كمان: أنا ما باخدش أي مكملات، مش هي السبب في كده، وأنا متعود على طول ألعب في رمضان وأنا صايم. فالموضوع بالنسبة له كان مفاجئ. ومن أجمل الحاجات اللي قالها إن الأزمة اللي هو اتعرض ليها خليته يبقى مقرب من ربنا أكتر ويواظب في الصلاة. يعني شاف الدنيا على حقيقتها، إنها ما تستاهلش كل الجري والضغوطات النفسية ونحارب بعض ومين يقف قصاد مين. الدنيا مش مستاهلة ده كله، ما بيقعدش من الواحد في الآخر غير سيرته الحلو. وأكيد البني آدم ده بينه وبين ربنا عمار، إن هو يفكر له كل الناس تدعي له بالشكل ده. كل الناس زعلانة عليه، كل الأوساط الرياضية، كل المشاهير، كل الجماهير، كل الفرق. في قمة الحزن على وفاة اللاعب المصري الشاب أحمد رفعت. ربنا يرحمه ويرزقه الجنة ونعيمها، ويصبر والدته اللي كانت دايما معاه في المستشفى، ويصبر أهله. وإن شاء الله لازم يكون في تحقيق في اللي حصل. هو قال إن هو اتعرض لظلم من أشخاص، أكيد معروف مين الأشخاص دول، لازم نمنع تكرار ده مرة تانية.
يكون في تحقيق، يكون لازم الناس يعني ابراهيم فايق لما اتكلم معاه قال له بدون ذكر اسماء، اكيد هو قال لك الاسماء، اكيد انتوا عارفين كل حاجه. لازم الناس دي تتحاسب عشان نمنع ان ده يحصل مع الناس تانيين، لان في ظلم كبير قوي في القرى المصريه وفي المجالات كلها عموما. لكن لما يكون المجال فيه شهره وفيه نجوميه بيبقى فيه حاله من الاستكتار، فبيكون فيه ظلم بشكل كبير. كله عايز ياخد اللقطه لوحده، كله عايز يستفيد لوحده، بيبقى الموضوع صعب. اتمنى ما يحصلش ده مع اي لاعب تاني. دعواتكم للاعب احمد رفعت، ربنا يرزقه الجنه ويصبر اهله وفي الجنه ونعمها ان شاء الله. شكرا.